مساء الخير. احنا النهارده بنصور Weaving the Future Season 2 The Designers Edition، وانا النهارده معايا نوران نعمان CEO of NO5 Designs، من اهم البولد interior design studios اللي موجودين معانا في مصر. Thank you. عامله ايه يا نوران؟ الحمد لله. انت ايه عامله الاخبار؟ الحمد لله. نوران، عايزه اسالك، انت قدرتي تخلي ليكي بصمه من خلال كل تصميم انت بتقدميه للكلاينتس بتاعتك. ازاي عرفتي تخلي ان اي حد لما يشوف ديزاين يقول لا ده NO5 هو اللي عامله؟ اول حاجه عايزه ابدا الاول ان NO5 يعني انا بدات وقت الكورونا عادي جدا. عايزه ابدا مع اللي هو فاميلي بزنس، فبدات اللي هو فاميلي بزنس انا واخويا. فاميلي بزنس روش جدا يا جماعه، يعني غير التقاليد بتاعت الفاميلي اللي احنا عارفينها. هو عايزه ابدا انا الفاميلي بزنس انا واخويا يعني، فكل واحد فينا عمل حاجه، هو عمل حاجه وانا عملت انتيريور ديزاين. وبدات احس اللي هو انا شويه بيعجبني حاجات مختلفه او حاجات بولد شويه او حاجات اوت اوف يعني مش في المود بالظبط. فكنت بحب ان انا عايزه اعمل الحاجات دي في مصر، اللي هو ليه ما نعملش كده، ليه ما نعملش حاجه مختلفه، ليه ما نعملش الوان غريبه. فانا بدات كده، بس ده اللي حصل. واعتقد ان في كلاينتس كتيره قوي قدرت الحته دي، وعشان كده في ناس كتيره قوي بتجيلك انتي مخصوص. الحمد لله. يعني انا عارفه كتير قوي من اصحابي لقيتهم ان هم في حاجه مشتركه ما بينهم، ان هم دايما عايزين ان NO5 هم اللي يعملوا لهم بيوتهم. ولما اتفرجت بقى، لما شفت الفيدباك وجم ووروني انتي عامله لهم ايه في بيوتهم، لقيت ان دايما في بولد ستيتمنتس في كل اوضه. كونسول لونه ازرق، مش عارفه ايه لونه احمر، حاجات كده بتستاند اوت وبتدي فعلا روح للمكان. ترو. عشان انا بصراحه بحب قوي ان انا اللي هو اعلي في حته وهدي في حته، يعني لازم يكون في element في البيت، لازم تبقى اللي هي element قويه شويه. طب ايه كانت الرؤيه بقى ورا تاسيس NO5 Designs؟ when did it happen and how did it happen؟ هي كانت الرؤيه والله بسيطه جدا، ان انا عايزه اللي هو يبقى عندنا في مصر، مش هقولك ستيتمنت، بس عندنا في مصر حاجه مختلفه شويه. فهي دي كانت الرؤيه so far، يعني مفيش حاجه اللي هو بالظبط يعني. بس بدأت ازاي؟ بدأت كورونا. اشمعنى كورونا؟ وانا في وقت الكورونا كنت الصراحه كنت بشتغل فريلانسنج، وبعد كده بدأت احس اللي هو انا نفسي من وانا صغيره شويه، كان اللي هو نفسي في شركه اسمها NO5. بس اشمعنى 5؟ هي N stands for my family name، و O5 احنا كعائله 5 اشخاص. فكنت اللي هو عمري ما فكرت اسال اصلا. بس it's very emotional عامة ان انتي تربطي اصلا البراند نيم بالظبط. بس في الاول يعني الصراحة يعني في الاول قلت خلاص انزل اكني 5 lines، بس هو اللي بجد هو احنا كعائلة 5 افراد، فذاتس واي ان انا كانت NO5 Designs. اوكي، بس حلو قوي. حلو. طيب لما بتدخلي مساحة جديدة لأول مرة، ايه اول حاجة بتلفت نظرك انتي كنوران قبل ما تبدأي بقى التصميم؟ بصي، هي مش حاجة واحدة الصراحة، هو 4 حاجات كده. باخد بالي من العواميد والبيمز نفسها والاوبننج والهايت. ليه؟ عشان اول حاجه العواميد ساعات بتبقى جايالي في نص المكان او جايالي في حته معينه، فبخلي العمود هو الستيتمنت، هو اللي في البيت نفسه يبقى حاجه حلوه، بدل ما يبقى خازوق يبقى بالزبط. حاجه حلوه. بالظبط كده. فبحاول ان هو العمود هو الستيتمنت بتاع البيت. وحتى برضو الكمر برضو ساعات بيبقى نازل قوي او ساعات معدي في وسط البيت، فبحاول برضو ان الكمر يتعمل بطريقه جيبسون بورد كيرفد فيها ليد، ان انا احليه عن ان انا اوحشه. وطبعا اكتر حاجه بركز فيها يعني النور. انا بحب قوي الناتشرال لايت، فاحنا مشهورين كNO5 Designs، احنا بنكسر وسع فتح على طول، عشان بحب ان الشمس تدخل في البيت كله. اهم حاجه بالظبط. اهم حاجه. انا من الشخصيات اصلا اللي ما اعرفش اقعد في مكان لو الناتشرال لايت مش داخله حلو. بالظبط. بتحس ان الدنيا ضلمه قوي، فده حاجات بنركز فيها. وطبعا الهايت، عشان كل ما الهايت بيبقى اعلى كل انت كايماجينيشن بتتخيلي حاجات بتبقى مختلفه عن الهايت القصيره. طبعا انا لما بسافر بلاد تانية، هنا في مصر ما عندناش فكره الدبل هايت كتير قوي، بس لما بسافر مثلا السعوديه، وسط البلد مثلا، وسط البلد كل ما هو قديم احتفظوا قوي بفكره الدبل هايت. بس صح. مثلا لما بسافر بلاد زي السعوديه بخش اماكن، بخش بيوت ناس، بخش الفنادق، حتى الكونفنشن سبيسز بتاعه الميتينجز وكده، بلاقي لا محترمين قوي فكره الدبل هايت. ونفسي ان ده كمان يتعمل في مصر صح. في معظم البيوت. بس للاسف يعني معظم الريل استيت ديفلوبرز وكده هم عايزين
نبني حاجات كتيره قوي، فالمساحات قلت شويه بالذات في مناطق التجمع وزايد يعني. صح ويعني فلات سلاب عندهم انقرضت، هم لازم عواميد بيمز نشيل الابارتمنت، بس بنحاول احنا كانتيريور ديزاينر نحلي الحاجات دي. بس طب سؤال مهم، مثلا معظم العرايس دلوقتي مثلا هتلاقيهم ساكنين في المهندسين بينقلوا اكتوبر، مصر الجديده بينقلوا التجمع، بتحسي او بيواجهك مثلا هم اكسبكتيشنز ان هم نقلوا من بيت واسع قوي، بيت اهلهم في مصر الجديده اللي هي الاماكن القديمه شويه، لاماكن بقى جديده زي التجمع وكده، بتوظفي لهم ازاي بقى المساحات الصغيره؟ بصي الصراحة يعني ببدأ معاهم كده، مش هقولك questionnaire، يعني بحاول ان انا اخليهم مبسوطين بالبيت. بحتة اللي هو النيدز بتاعتهم، كم أوضة، في ساعات الناس بتبقى مش محتاجة كل الأوض او مش محتاجة السبيس ده كله. وبعدين احنا كالجنريشن بتاعنا يعني محدش بيتجه الى صالون اللي هو ضيوف الفرنش كلاسيك ده، كله متجه ان الريسبشن ليفنج روم بالظبط. فكلنا خلاص اتجهنا للحته دي، فانت خلاص تحسي ان انت ما عندكيش اوضه ميسنج، يعني هي دي الفكره يعني. طيب عايزه اسالك، تصميماتك انا شايفه ان هي دايما ليها مزاج واضح ومميز، البولد ستيتمنتس، ازاي بتوازني بين الجراءه وبين الرقي اللي يعمل بقى الهارموني اللي انت كلمتيني عنه؟ بصي هو معظم الحاجات يعني زي ما قلت قبل كده ان لازم احط ستيتمنت في البيت. الستيتمنت دي ممكن اعملها مثلا في باودر روم، مثلا لون حمام تحفه، بس بقيه البيت تحسي ان انا هديت. او مثلا فابريك، اعمل فابريك مثلا باترن صايع كاتشي، او ما تخشي البيت تشوفيه بس البيت كله هادي. انا بحب اللي هو اعلي اهدي، ما احبش ان كله يبقى كتير. قد ايه بقى مهم بالنسبه لك ان التصميم يكون فيه حكايه؟ يعني by following you on social media انا شايفه ان انت دايما بتستخدمي فكره الستوري تيلينج في الفيديوهات بتاعتك، ان انت لما بتروحي كل بيت بتحكي التشالنجز اللي واجهتك في البيت ده، وبتقولي البريفرنسز بتاعت الكلاينت والجيرني بتاعت انو 5 ان هي تحقق احلام الكلاينت ده. بصي هو لازم، انا بحس ان لو بيت ملوش اي اكسبيرينس او اي حكايه، تحس البيت ما فيهوش حتى صعوبات حصلت، تحس لو عادي ماشي كده، بيت بس زي 1000 بيت بالظبط. بس لما يكون بيت ليه قصه، حتى الكلاينت نفسه بيبقى عنده قصه ان هو ليه عايز السبيس ده. بالنسبه لي دي تشالنج، ان في كلاينت ساعات بتبقى عايزه حاجات معينه والدنيا استحاله تكفي او تبقى صعبه قوي، فبالنسبه لي تشالنج ازاي ان انا افك كل النيدز بتاعته في السبيس ده. فبالعكس انا بحس ان كل بيت لازم يبقى عنده اكسبيرينس مختلفه، حكايه مختلفه، حاجه يعني بحس لازم تبقى في البيت. بس مش بيت بس، يعني سبيس عامه. Where does نوران نعمان get her inspiration from؟ هي ساوندز كليشيه، في سفر وفي حركات كده، احكي لنا بقى. هو ساوندز كليشيه بس الصراحه الطبيعي، يعني انا بحب اسافر قوي عشان اول حاجه ككالتشر، بحب اي بلد عامه ليها، كل بلد ليها كالتشر معين، بحب الانسبو بتاعتي تيجي من الكالتشر ده او من حاجات الطبيعيه عامه. يعني الصراحه البحر والحته ان انت تقعدي تشيلي قاعده قدام البحر، ممكن تقعدي تفكري تتخيلي حاجات غريبه. فانا الصراحه طبيعه اكتر، طبيعه كلتشر، هتلاقيني متجهه الحته دي اكتر بكتير. بس وساعات الصراحه الموضه يعني، انا كنت عايزه اسالك هل الميوزك بيلعب دور في الموضوع ده؟ ديفنتلي اكيد، ان انت لما تيجي تسمعي مزيكا وتبقي في مود معين، فانا دخلت عليكي المكتب لقيتك شغاله تايب اوف ميوزك انا كمان بسمعها. وده نادرا قوي، انا لما بقعد مع جوزي ويسمع اغاني يقول لي شيرين كفايه، مش عايز انواع الاغاني، فلقيتك احنا متفاعلين مع بعض في الحته دي. ايوه هو لازم، انا الصراحه وانا بشتغل لازم في مزيكا، يعني ما بعرفش اشتغل في صمت او دوشه. انت شفتي المكتب عامل ازاي؟ بس لازم يبقى في حاجه، في مزيكا، في حاجه معينه، عشان بحس ان انا بدخل في مود معين كده، ان انا اعرف اكرييت مع المزيكا الصراحه. بس حلو. في حته المانجمنت بتاع الاوفيس بتاعك والناس اللي شغاله معاكي، انا لقيت كوت حلو قوي على الحيطه، فكرتني بنفسي. كانت بتقول did you ask Google first؟ ممكن تحكي لنا اشمعنى اخترتي ان دي تبقى من الحاجات المميزه اللي متعلقه في اوضتك؟ اصل انا عندي في التيم اي حد اهي داليا حتى قاعده، اي حد يجي يسالني سؤال اقول لهم did you ask ChatGPT first؟ قبل ما تجيلي وتقرفني سالت ولا لا؟ ايوه بصي هو ساعات مثلا والله مش بهزر، انا هم كده بحس التيم هم بجد ولادي، تحس بناتي عشان كلهم بنات.
وهم معايا من زمان قوي، فبحس ان هم اتاتش ليا قوي. فبالنسبه لي مثلا ساعات نوران هو التكييف بنفتحه ازاي، نوران هو احنا لو عملنا دي نعملها ازاي، نوران هو اللون ده ولا اللون ده، هو اللون ده اسمه ايه. فتحس اللي هو يا جماعه يعني اسالوا اي حد تاني عارف جوجل زمان بعد ما تشات جي بي تي يعني. بس بتبقى اللي هو نوران كتير في حته اللي هو بتبصي اللي هو دوسي على الزرار فاهمه. بس بتبقى فن يعني، بس ميموريز الصراحه برضه يعني. في سؤال يعني انا نفسي لما جيت كنت عايزه اساله، وانتي حتى لسه قايله يعني انا التيم بتاعي كله بنات، اشمعنى بقى؟ هو طبعا البنات اشطر من الولاد، وده لا يعني مفيش خلاف على الموضوع ده، انا اسفه كريم. لا والله بصي يعني كل جنريشن يعني مش جنريشن، كل جندر هو شاطر في حتته. بس انا بالنسبه لي والله مش اللي هو مش قصدي حاجه، بس هو البنات والولاد كلهم تحفه. بس عندي كانت صدفه يعني كانت صدفه البنات، كان عندي ولد بس هو في برضه بزنس ديفلوبمنت في ولدين 3 دلوقتي 3 حلو بيختاروا. بس الديزاين ميلو كله بنات عشان هي كانت صدفه كلهم بنات. وبعدين بحس الانتيرير شويه مش بقول اي حاجه، بس الانتيرير شويه تحس ان البنات ديتيلد اكتر يعني ليها تاتش بالظبط. وفي ولاد شاطره قوي في الحته دي، بس بحس ان اللي انا بروح لهم اكتر اللي هو بنت اللي هو اي نو ان انتي فاهمه قصدي او كده. عامه اي كان ريليت قوي. انا المكتب الفني عندي كله بنات. كان قبل ما يعني في حد كان معانا ولد، وهو حتى كان نائب مديره المكتب الفني، كان ولد بيقعد له مثلا مع 14 بنت في المكتب لوحده. خلاص صعب. كان هيطق مننا. ايوه بيبقى صعب قوي، مع ان لو هو الريش بنات عالي، ولو مثلا ولد هيبقى في الديزاين تيم هيبقى اللي هو مش عارف يتعامل. انا هعمل ايه فعلا هنا. بس طيب لما بتيجي تختاري القماش ايه اللي بيكون اهم بالنسبه لك؟ يعني الاحساس، الوظيفه، ولا والاحساس اللي القماشه ممكن توصل للمكان يعني كايموشنز؟ بصي بوث الصراحه الاثنين، بس لو هقول ده ولا ده اكتر احساس. ساعات بتحسي ان انت متجهه الى يعني ايموشنال ديزاينر بالظبط، اللي هو لا بس انا حباها، تحس اني على طول بقول لا عجباني انا حباها مع كذا، فبحس ان هو بتجه فعلا اكتر ايموشنال. بس بتميلي لباترنز معينه او الوان معينه مثلا في الفابريكس؟ يعني طب احكي لنا اكتر. يعني انا الصراحه بحب الباترنز، يعني بحب قوي باترن، بحب سربرايزنجلي بحب الاحمر. وده حاجه غريبه جدا، ناس كثيره مش بتحبه، بس انت لما جيتي المكتب كان الالومنيوم احمر يعني او برجندي شويه. بس لا انا بحب قوي الباترنز عامه، بحب الحاجات الفينتج، تحس اللي هو قماش كده معين. بس وطبعا الالوان اللي هي مش هقول لك ترندي، بس اللي هو تبقى تايمليس برضو. بحب الميكس اند ماتش، اللي هو لو هعلي يعني لو مثلا هعمل باترن هدي بلون بيج مثلا او اوف وايت او كريم، ديبندز الصراحه يعني. بس حلو. احنا في شاطئ دايما بنتعاون مع مصممين بيدوروا على قماش بيجمع بين الجماليات والخواص التقنيه، يعني technical specifications plus ان الديزاين لازم طبعا يبقى مواكب مع الموضه. من وجهه نظرك بقى ايه دور شركات قماش زي شاطئ في البروجكتس بتاعتك؟ بصوا هو انتوا يعني تحفه. والله بتكلم بجد مش بعلي يعني، مش بجد حاجه والله والله مش بعلي، بس ده بجد. الفابريكس عندكم حلوه قوي قوي. even the outdoors لما كنا واقفين مع بعض الالوان كانت تحفه. واي ثينك كمان في لون احمر حطه لك. ايوه شفته فانا بالنسبه لي اللي هو كفابريك يعني لو هتكلم على كمان اكتر outdoors لا you have a unique style. عندكم الوان معينه، عندكم patterns معينه. يعني حته الاوتدور عندنا شويه فيها شورتج، يعني بتحس ان هو في مصر دي حقيقه بالظبط اللي هو بيج احمر اسود اللي هو كده قوي. بس انتوا عملتوا حته ان في باترنز، في لعب بالالوان، في شيدز اللي هي اليالو الريد البلو which is حلوه قوي. ان احنا اصلا على طول بندور على حاجه بوب كولر في اوت دور عشان بيبقى كله عامل كده. انا عايزه اقول لك ان احنا قبل ما ندخل مجال الاوت دور فابريكس ده قعدنا كتير قوي مطلوب، بس ما قررناش ان احنا ندخله لحد ما نلاقي قماشه فعلا نعرف ان احنا نقول احنا عندنا قماشه متينه تستحمل ميه وشمس واتربه وكل الحاجات دي. قعدنا ندرس الموضوع كتير قوي 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 ونروح للابس كتير قوي قوي لحد ما قدرنا ان خلاص دلوقتي بقى عندنا قماشه تقولي عليها قماشه اوت دور محترمه. كنا كمان لقينا ان في
اللي موجود في السوق معظمه حاجات تشيب شويه، اللي هي القماشه اللي بيتعمل بيها مثلا البين باجز والحاجات دي، وما كناش عايزين لما نخش المجال ده نخشه بنفس الطريقه اللي الكل دخل فيه. صح. فقررنا ان احنا نعمل كولكشن خاص بينا، يبقى مميز قوي ببرنتس معينه قوي، يبقى معالج ميه وتساخ وبلل وكل الحاجات دي، عشان لما ندخل مجال لازم يبقى متميزين فيه. صح. انا اصلا بحس كمان الاوت دور فابريك مش سهل، يعني مش صعب، سبيشالي ان احنا كبلد احنا تراب وفي مطره وفي حاجات كتيره قوي، فبحس ان انا صعب ان انا احط فرنتشر يعني سوري فابريك تستحمل اللي احنا فيه، يعني بحس كده. وصعب برضو ان انا الاقي حاجه حلوه ان انا الاقيها ان انا احطها في الاوت دور، فبالنسبه لي لا الاوت دور صعب. معظم الاوت دور فابريك اللي موجود في السوق هو مستورد. صح. فيا تجيبيه بسعر غالي قوي، تجيبي حاجه حلوه بسعر غالي قوي قوي، يا تجيبي حاجه رخيصه بقى. والرخيص طبعا يعني احنا بنقول دايما ان الحاجه ثمنها فيها، فلو هي صح. مش حاجه بسعر مناسب وكواليتي كويسه، فانا يا اما اي فيل ان بيتفول اوف ان هي رخيصه وجودتها مش حلوه، يا اما هي حلوه قوي بس عاليه قوي ومش كل يعني مش كله يقدر يافورد ده. صح. فاعتقد ان احنا عملنا معادله حلوه وفرناها لمعظم الديزاينرز ومعظم الناس الريزيدنشال طبعا، وطبعا الهوسبيتاليتي الحمد لله بنشتغل مع هوسبيتاليتي كتير، لقوا معادله حلوه عندنا في قصه الاوت دور. طب انتي حصل مره انك واجهتي تحدي في التصميم واختيار نوع قماش معين خلى المشروع يروح في اتجاه تاني تماما؟ هي مش مره، هي كتير. والله. طب احكي لنا. لا بصي، هو ساعات كتيره قوي بيبقى في كلاينتس تبقى اللي هو جايه لنا اللي هو لا انا عايزه نيوترال، خايفه قوي من الالوان، مش عايزه احط لون، وبيبقى داخلين قوي في نيوترال كولرز. في من قريب اصلا كلاينت يعني قصه قريبه قوي ان هي عايزه نيوترال ما تلعبوش لون، فالبيت نفسه سطل قوي ما فيهوش اي حركه او اي لون، فقررنا نعمل الصوفه بيرنت اورنج وعملناها. والكلاينت جت بعد كده انبهرت. لا هي بجد يعني بسطتني، يعني عارفه لما كلاينت بالظبط الرياكشن بتاعها كان حلو قوي، فاللي هو بالنسبه لي اللي هو الحمد لله احنا عملنا حاجه وبسطتك. بس هي فكره ان في ساعات كلاينتس مش بتحب تاخد الريسك، يعني بتبقى خايفه ممكن لا طب ماشي، طب انتوا بتبقى كده شويه. هي الميزه في القماش ان اسهل حاجه تتغير في الطقم كله، يعني انت ممكن تتدبسي في شكل فرنتشر، ممكن تتدبسي في نوعيه سفنج، في نوعيه خشب، لكن صح. الفابريك انا لما ازهق من الاورنج ده خلاص سهله، يعني صح. مش مكلف قوي ان انا اغيره بكره يعني. صح. بس طيب عايزه اعرف، هل في مواقف حصلت ان انتي وكلاينت مثلا ما اتفقتوش على ذوق حاجه بس مثلا اضطريتي تعمليها عشان ترضيه؟ مثلا تخيلي مثلا كلاينت جاي لك مثلا عايز فرنش كلاسيك موبيليا وده مش ذوق انو 5 قوي وكده، بتعملي ايه بقى في المواقف دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بحاول اغير الاقي الاجابه الصح اللي ما تودينيش في مشكله. لا هقول لك، في كلاينتس بتيجي بالفرنشر بتاعتها، الفكره نفسها انا بخلي الفرنشر بتاعتهم، بس بحاول ان مثلا ساعات بيجوا الفرنشر بتاعتهم الخشب نفسه مثلا جولد، بحاول اقنعهم انه يبقى براون، بحاول اقنعهم يبقى لون تاني عشان اعرف العب بالفابريك، نعمل لها ريفامبينج بالظبط، بدل ما نغيرها تماما نعمل لها ريفامبينج. وبعد كده انا الصراحه يعني لو حد كلاينت اوريدي جاي بحاجه هو بيحبها، انا عمري بقول له لا وحشه نو، يعني فاهمه؟ فبحاول ان انا اظبطها in a way، وبعد كده ابدا العب بقى بحاجات تانية. ممكن العب مثلا بالسجاده، بكرتن، لو عنده بيس مثلا بيحبها قوي احطها له، ان انا العب باليمنتس تانية عن ان انا ابقى هو ده الستايل بتاعه وانا ماشيه في الاتجاه بتاعه. لا انا هميكس اند ماتش حاجته برضو. كتير قوي من العملاء عامه بيابريشيت قوي الديزاينر اللي بتقدر بدل ما يعني يتدبسوا في حاجات كتيره جديده، لا ان انا اقدر اعمل ريسايكلينج للحاجات اللي اوريدي موجوده، عشان هم كمان بيبقوا زهقوا يعني. بيني وبينك يعني في ناس بيبقى عندها فرنتشر ما شاء الله، عندنا فرنتشر براندز قويه قوي، فحاجاتهم ممكن تقعد بال20 سنه، بس زهقت من لون الخشب، زهقت من لون القماشه، من باب الزهق يعني. صح. فبيبقوا appreciative قوي لفكره ان انا لما اتعامل مع ديزاينر وجايه اغير بيتي او انقل من مكان لمكان، بيابريشيت حته اللي انا اغير حاجه بسيطه، اطرب مش عارفه ايه، اغير لون الخشب كده صراحه يعني. وكمان بيبقوا لو خلاص هم مثلا اون بادجت او عندهم حاجه معينه، فواي نوت ان انا حاضر هحط الفرنشر بتاعتك، بس نلعب بيها ان احنا نعرف نفت كل الحاجات بتاعتك. صح. وده ذكاء، ده ذكاء ان احنا تعرفي تعملي اصلا المعادله دي، مش كل حد ممكن يعملها. في ناس ممكن تخيش في حته الريسايكلينج دي، بدل ما توديها في حته وديتها في حته تانية خالص مش لايقه حتى مع المود العام. بالظبط. ف it's an edge that you have. الحمد لله.
من وجهة نظرك ايه اللي بينجح او بيبوظ ديزاين ليفينج روم او قعدة صالون، وهل في لمسة معينة بتحبي تضيفيها في كل مشروع؟ اوكي، هو كلمة بيبوظ دي يعني مفيش حاجة بتبوظ. اوكي، يعني بحس ان احنا ممكن، يعني احنا كديزاينرز قولي لي الدونتس. عارفه في دوز اند دونتس، قولي لي الدونتس. يعني بصي هقول لك حاجه الصراحه، حته ان ابوظ او حاجه تبوظ حاجه، ممكن اقول لا يعني بلاش احسن كده. بس ابوظ ديزاين بحسها يعني كلمه تقيله قوي، ان احنا كديزاينرز موجودين في البلد يعني عشان نساعد الحته دي. في حاجات بقى مثلا لو اوريدي زي ما احنا كنا بنتكلم ان كلاينت عنده حاجات معينه، فاحنا ممكن نلعب بالحاجات دي. يعني ممكن لو مثلا سبيس صغير ما نحط سجاده صغيره، نحط سجاده كبيره مثلا. على طول بقول جو بيج والدرج ده بجد اللي هو عشان ما تبقاش زعروره كده صغيره. حتى برضو الكيرتنز ما تبقاش قصيره، لا نزلها الارض وسيب حته صغيره عشان تحس ان الدنيا واسعه. فدي الحاجات اللي ممكن اقول لك لازم نعملها في السبيس او نحل السبيس بيها، ان احنا نلعب بالاكسسوارز دي. يعني اللي هو بالنسبه لي الراج والكيرتنز هم اللي بينطقوا السبيس او الليفينج روم، او تحسي ان هي كوزي او كولد او كده، بحس كده يعني. بس حلو لا كلام on point بصراحه. يعني I agree with you 100%. الحمد لله. طيب عندي سؤال. طبعا انا عندي اسئله مش طبعا. سؤال واحد. لو انه 5 designs كانت نوع قماشه، if you had to be one fabric، صراحه مش عارفه اقول ايه يعني. تتخيلي تبقى ايه؟ خامه ناعمه فيها نقشه بسيطه، ولا فيها texture واضح؟ و you can look around. يعني ممكن اغششك. هو السؤال ده يعني صعب جدا. هقول لك كده ميكس كده. هو ممكن اقول قماشه فينتج بس فيها باترن لون كده. عارفه مثلا لما تروحي لجدتك زمان كان عندهم اللي هم الباترنز المعينه دي. أيوة. بس في نفس الوقت كاتشي. هي بقى ميكس كده، فاهمه قصدي؟ انا نفسي اشوف الميكس ده يعني. مجنونه. احطه على الاي اي كده. محتاجين ترجمه. بليز ترانسليت. ما اعرفش، بس انا الصراحه انا بحب الحاجات الفانتج قوي يعني بحب الحاجات اللي هو القديمه، بحس اللي هو الله فاهمه. بس اللي هو استغلها ازاي، عشان كده ساعات بحس ان كانه 5 ديزاينز هو في حته كده يعني piece of my heart بجد، اللي هو حته الفانتج، بس ان انا بلعب باللي بيحصل دلوقتي، فاهمه قصدي؟ فاهمه. هي معادله صعبه عامه، بس اللي بيعملها هو انك تعملي حاجه very complex وتسكسيد فيها. ده انجاز مش طبيعي، مش كله بيقدر يعمل ده. راسي. ثانك يو. وانتي باصه لقدام، تخيلي معانا كده قدام شويه، ايه اكتر حاجه متحمسه ليها في مستقبل عالم الانتيريور ديزاين في مصر؟ وهل في افكار او كولابوريشنز نفسك تحققيها الفتره الجايه؟ بصي هقول لك حاجه، انا ما اعرفش انت عارفه القصه دي ولا لا، بس دلوقتي انا مبسوطه قوي والصراحه متحمسه كمان ان في حاجات في وسط البلد بدات الناس تركز فيها، وبدا الديزاينرز يبص عليها، وبدات وسط البلد بدات اللي هو حد مركز معاها. ايوه. وانا بالنسبه لي وسط البلد بيبقى فيها حته كده روح حلوه قوي. فبالنسبه لي لو اوريدي الديزاينرز او احنا كديزاينرز بدانا ندخل في حته وسط البلد ونرجعها تاني بحته اللي هو يعني التاريخ بتاعها وكل الحاجات دي، بالنسبه لي ده ادج حلوه قوي. دي حقيقة. وبحس ان انا يعني نفسي وسط البلد دي تروح في حته تانية ونكرر من وسط البلد. صح بالذات ان السياح معظمهم حتى لما يجوا ينزلوا في فنادق بينزلوا في فنادق في وسط البلد قدام النيل. بالظبط. فانا بالنسبه لي وسط البلد ده حته بجد حلوه قوي. اي نو ان احنا عندنا كومباوندز وعندنا يعني حاجات حلوه قوي، بس لما تيجي تبصي كده وسط البلد لا هي بيس اوف ارت بجد، هي حلوه قوي. ولما لقيت يعني كذا ديزاينر راح وشافها وعمل حاجات، لا كان في واحد على السوشيال ميديا من فتره اخذ صوره من وسط البلد وعملها باي اي او عملها ريندرينج. مش عارفه عمل ايه بالظبط، بس غير شكل وسط البلد دلوقتي اللي وات ات كود بي. الفيديو ده اتوينت فايرل، وبجد كانت حاجه انسبيريشنال جدا. ودي حاجه حلوه قوي ان احنا بدانا بقى نبص في الحته الحلوه. يعني اللي هو في برضو كذا حاجه في وسط البلد دلوقتي بدات يبقى في موتيل صغير ديزاين حلوه قوي. فبدانا نركز في الحاجات وسط البلد which is اللي هو I really appreciate ان احنا بصينا في حاجه يعني حته تحفه. بس ده بالنسبه لي يعني حلو. نيران، انا I want to thank you for your time. Thank you. You're a true inspiration. انا بحب ذوقك جدا، وانا هستشيرك كتير قوي عشان انا بشطب بيتي حاليا. My pleasure والله. فاكسبكت شيرين texting you على طول اي وقت والله بجد، بكلميني اي وقت بجد. I appreciate that. I appreciate that. و thank you لكل الناس اللي حضرت معانا. انتوا شرفتونا ونورتونا. شكرا. It's truly a pleasure to have you all here.
Thank you. ثانك يو سو ماتش يا Thank you. نوران.